نحن اليوم وقفتنا لدوما ووقفتنا لقوطة ووقفتنا لحمص ووقفتنا لحما ووقفتنا لحلب، ولا بد للعالم أن يعلم أنه اليوم لا يتحمل مسؤوليته أمام الشعب السوري وأمام دماء سوريا، ولا بد له من أن يقف وقفة حقيقية تنقذ الأمن السوري ويكون مع الشعب السوري. الوقفة التضامنية هي عبارة عن وقفة مع الشعب السوري المحاصر في كل سوريا، حصار الجوع والركوع للمناطق اللي في الغوطة في حلب وفي كل المناطق، وكذلك وقفة مع دوما التي قصفها النظام بكل أنواع الأسلحة من الكيماوي إلى البراغين إلى الأسلحة المتوفرة لديه. نقف تضامنا مع إخوتنا في الداخل، نقف تضامنا مع أشقائنا، ولنوصل رسالة إلى العالم بأن الشعب السوري ما بينزل. طبعا احنا جايين حتى نقول كفانا قتلا، كفانا دمارا، فكوا الحصار عن أطفال شعبنا في سوريا، في دوما، في الغوطة الشرقية. نحن معكم بكل شيء، ونألم لما يحل بهم من معاناة. نحن نريد أن يقف هذا الإجرام عند حد. صوت أهلنا داخل المناطق المحاصرة بحب الديمقراطية والسلام. هناك شعب في أغلب مناطق سوريا يحصر بالبراهين من قبل إصابة الأسد والدواعش، نعتبرهم جسد واحد. كي نصل صوت هؤلاء الناس لإخوة لنا الإنسانية في كل بلدان العالم أن يقفوا وقفة واحدة مع الشعب السوري لرفع الحصار عن مناطق المحاصرة من قبل داعش.